السلام عليكم. مين فاكر فيكم الانيميشن بتاع شركة المرعبين المحدودة؟ اكيد علق مع ناس كتير وناس كتير. انا واثق ان انتوا اتفرجتوا عليه وعارفينه بيحكي عليه بالظبط. اللي كان بيشدنا ليه كمان اللي هو كان مدبلج بصوت محمد هنيدي وسامي مغاوري. المهم، كانت فكرة الكرتون ده ايه؟ اللي هو فيه وحوش بتخش الأوض على الأطفال الصغيرين، وعشان تخوفهم على قد ما تقدر، وبتملى اسطوانة عشان الاسطوانة دي بيستخدموها فيما بعد في حاجات زي كهرباء وكده، زي ايه، مصدر من مصادر الطاقة. والفيلم بيخلص اللي هو قال طب ما تيجي نبدله الصراخ الأطفال بضحك الأطفال، وهناخده منهم طاقة، وطلعت الطاقة اللي بتتاخد في الضحك ايه، أكتر من الطاقة اللي بتتاخد من صريخ الأطفال. تمام. ده فيلم انيميشن اسمه شركة المرعبين المحدودة. الكلام ده من سنة 2000 تقريبا، من قبل. لا، مش من سنة 2000، من 2008 مثلا، 2008، في الحدود دي. المهم، آه انا حوار الجزيرة بتاعت جيفري ستيفن دي، انا ما يعني كنت مهتم بحاجات تانية اهم منها بكتير. فانا بقلب لقيت واحد ملخص الموضوع كله، واللي شدني اللي هو المعلم ده باني حاجة كده زي قبة كده ذهبية والوان زرقاء، وراح داخل في الموضوع على طول. فبيقول لك ايه بقى، توصلوا عشان يوصلوا القرابين بالآلهة اللي هم بيقدموا لها دي القرابين وتقبلها، لازم الطفل يتحط تحت صريخ و... وعياط وبكاء وانفصال عن الواقع من كتر الرعب، عشان القوة دي هي اللي بتمد اللي بيعبدوه وبيقبل منها القربان. اه والله العظيم، ايه ده؟ طب ايه بقى طب ايه بقى انتوا لاعبين في العالم من امتى؟ بجد والله. يعني لما يطلع كرتون يبقى عارف القصة دي. ما هو اللي عمل الكرتون ده هو عارف حاجة عن الجزيرة من زمان، من زمان، وحب يعملها في فيلم انيميشن، وعملها حتة صايعة جدا جدا. وانتوا مفضوحين من زمان كده. يلا ربنا يزود فضايحكم. السلام عليكم.